طيب بعد ما ظبطت الرسمه كده عندي، اروح جاي واخد منها كوبي 4 مرات، مرة عشان الحديد السفلي في اتجاه اكس، ومرة الحديد السفلي في اتجاه واي، ومرة الحديد العلوي في اتجاه اكس، ومرة الحديد العلوي في اتجاه واي. طيب وابتدي ارسم. طب هندسة الفرش والغطا في انهي اتجاه؟ بص السؤال ده عشان اجاوب عليه، لو انا كان عندي حديد اضافي كنت هشوف فين الحديد الاضافي الاكبر وابتدي افرش في اتجاه الحديد الاضافي، ولكن هنا في الحالة دي قدامي حاجتين، يا اما هرجع لاستشاري يا اما هشوف المسافة بين اكبر باكية وبالتالي هفرش عليها. يعني انا هفرش في الاتجاه ده، يبقى انا هفرش في الاتجاه ده. طيب يبقى انا دلوقتي لو جيت اشتغلت في الفرش، عشان دايما الناس تقولك ان فرش الربشه في الاتجاه الطويل، لا، فرش الربشه في اتجاه المومنت الاكبر، في اتجاه المومنت الاكبر. طيب وهو عشان غالبا اتجاه المومنت الاكبر بيكون في الاتجاه الطويل، عشان كده بفرش دايما في الاتجاه الطويل. طب يلا بينا هندسه نرسم بقى، انت ما تعطلناش. طيب عشان ارسم سؤال، هل السيخ اللي هيجي هنا هو نفس طول السيخ اللي هيجي هنا؟ طبعا لا. او السيخ اللي هيجي هنا هو نفس طول السيخ اللي هيجي هنا؟ لا. فبالتالي لازم اعمل نقط اسمها نقط تغير. اعمل نقط تغير ازاي؟ اجي كده عن طريق هندسه امر لاين، تمام، واشغل كده القرص الجميل بتاعي وارسم ايه؟ وارسم هنا خط. معناه ان السيخ اللي هيترسم هنا هيفضل متكرر لحد الخط ده، وبعد كده اروح جاي عامل اوفست، تمام، ثرو بالشكل ده، واضغط كلمه مالتيبلاي، واجي كده ايه، اروح جاي عند كل نقط تغير احط ايه؟ احط خط بس كده. طيب اكمل؟ ممكن تكمل، بس انا بالنسبه لي هشتغل في الزون ايه دي بس، واللي هيمشي على الزون ايه هيمشي على باقي الزون. بعد ما عملت نقط التغير عندي، محتاج اعمل حاجه مهمه جدا، وان انا احط الدايمنشن على الرسمه عشان ابقى عارف يا هندسه السيخ اللي هيمشي ده هيمشي مسافه قد ايه. فاجي هنا هندسه كده اروح جاي عامل ايه؟ دايمنشن، تمام، واجي بعد كده من خلال امر انوتيت وتختار كلمه كونتينيو، هتبص هتلاقي الدايمنشن ايه؟ مكمل معاك اهو، والدنيا ماشيه زي الفل، مفيش اي مشكله. جميل. طيب يلا بينا نرسم. عشان ارسم اول سيخ زي باستخدام برنامج الاي اس دي، هنقول هتضغط على ريفورسمنت، تمام، وتيجي دلوقتي تختار من هنا حديد تنصاير، تمام، فهتختار هنا قطر 18، الربش عندي قطر 18، الكفر عندي هو 5 سنتي. طب جميل، واجي انا عايز السيخ برجل، واروح جاي مختار اول حاجه اقول له انا عايزه بزاويه 90، وطول الرجل هندسه هي متر و10، والناحيه التانيه خلي بالك بقى هتحط برضو زاويه 90 وطول الرجل رجل و10، وتضغط هنا 2 ايه؟ 2 بوينت. طيب اروح جاي شادد السيخ كده اهو من هنا هندسه لحد ايه؟ لحد هنا. هتطلع لي رساله جميله جدا بيقول لي ان السيخ ده طوله اكتر من 12 متر، هل انت عايز تقسمه؟ هقول له انا عايز اقسم السيخ. راح الراجل مشكورا قسم لي السيخ، قال لي اول سيخ عندك هيبقى طوله 12، وتاني سيخ هيبقى عندك طوله 9 متر. جميل. مهم جدا ان وانا شغال ان انا دلوقتي الوصل عندي ما تكونش عند منطقة عمود، صح ولا مش صح؟ اخلي بالي جدا 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 وانا شغال الحديد السفلي ان الوصلة تكون بعيدة عن منطقة عمود. طيب هل هنا الوصلة دي عند منطقة عمود؟ هو في الجزء ده هتلاقي الوصلة موجودة عند منطقة عمود، ولكن طول ما السيخ ماشي هنا هي مش موجودة عند منطقة عمود بالظبط، ولكن هي بعيدة شوية. طيب يا اما هتعتمد الكلام ده يا اما مش هتعتمده، فهتسأل نفسك سؤالين. هندسة انا يهمني ان انا اوفر في الاسياخ، يهمني ان انا ما هلكش اسياخ، ما اقعدش اقطع السيخ على 3 حتت. طيب وكمان ال3 متر اللي هيتبقوا ده انا عامل حسابي ان انا عندي هنا كراسي، صح؟ فطول حتة الكرسي كانت بطول 3 متر، فاللي هيتبقى من السيخ هنا هيشتغل معايا، تمام. فاروح جاي انا موافق على الكلام ده مفيش مشكله وادوس اوكي. طيب ايه رايك نبدل الاسياخ، يعني نحط ال 12 هنا ونحط ال 8 هنا؟ هل ممكن الكلام ده؟ تيجي ببساطه كده عند علامه الاي، تمام، وتروح جاي مختار بنفسك الاسياخ، يعني تيجي هنا تقول لي مثلا نحط هنا 8 99، تمام، راح جاي الراجل قسمهم لك ل3 حتت، لا تقول له انا مش موافق على الكلام ده، انا عايزهم حتتين زي ما هم اهو. لقيت الوصل هنا جت في حته ايه؟ بين عمودين، وحته ممتازه مفيش مشكله خالص اهي الوصل اهي،
هي قريبة من عمود هنا شوية في الجزء ده، ولكن في باقي الأجزاء هي بين عمودين، يبقى موافق، مفيش مشكلة في الكلام ده خالص. يبقى أنت موافق على الكلام ده، هتروح جاي حضرتك ضاغط وقايل له إيه؟ قايل له أوكي. هيقول لك أنت عايز تحط لي الديسكريبشن دلوقتي؟ أنا بقول لك سيب الديسكريبشن دلوقتي لحد ما نرسم الأسياخ، وبعد كده نفهم الدنيا فيها إيه. جميل، يبقى السيخ ده هندسة تمام. الراجل طبعا وهو بينفذ هيروح جاي حاطط سيخ من هنا وسيخ من هنا، سيخ من هنا وسيخ من هنا. جميل، جاي في منطقه اهو كويسه ممتازه، هي بس الجزء ده عند عمود ما فيهاش مشكله تمام. والسيخ ده هيمشي المسافه دي. طب نيجي نرسم بنفس المبدا السيخ اللي بعده اهو. اجي عند ريفورسمنت اهو بالشكل ده، دوس بس 2 بوينت وتيجي من هنا اهو لحد ايه؟ لحد هنا اهو. هيقول لك السيخ ده عايز تقسمه، هقول له لو سمحت قسمهولي. جميل، لقيت السيخ بص هنا جاي ايه؟ عند منطقه عمود، لا ما تناسبنيش دي. طب ايه رايك لو انا بدلت حطيت السيخ مثلا كده؟ يعني انا مثلا لو بدلته خليت السيخ ده 8 هنا 59، ممكن المنطقه دي في الجزء ده كويسه لحد هنا مش هتزعلني، واقول له اوكي. وكمان انا عامل حسابي ان الحته دي عباره عن 68 صح؟ يعني الباقي منها هيشتغل برضو معايا في ايه؟ في الكراسي. ما هو حته 3.5 يبقى تشتغل معايا برضو في الكراسي. كل ده لازم انا اخد بالي منه، كل ده لازم اخد بالي منه. انا محتاج لحد دلوقتي كام؟ محتاج 165 حته عشان اشتغل في الكراسي. فاقول له تمام يا عم اوكي، مفيش مشكله في الشغل ده، وسيب لي برضو الديسكريبشن دلوقتي. كده انا عندي شويه فودر هنا وشويه فودر هنا تمام. طيب ونيجي نرسم السيخ ده اهو. ريفورسمنت برضو فاي 18، واجي اهو هندسه من هنا لهنا، واحاول ابعد على قد ما اقدر عن ايه؟ عن اماكن العمدان تمام. هيقول لي السيخ ده برضو عايز يتقسم، هقول له قسمهولي. الراجل راح جاي قسمهولي ايه؟ على جزئين، جزء 12 وجزء 11 43. طيب هنا بقى في حاجه، هنا بقى السيخ ده لو انت حتى بدلت الاسياخ ما اظنش ان الوصله هتيجي في نص البحر. يعني مثلا لو افترضنا ان انت جيت لي هنا قلت لي خلي لي دي 11 43 والوصله 12 طلعت برضو عند عمود مظبوط. طيب هل انا عندي خيارات تانية؟ طبعا انت عندك خيارات تانية. يعني مثلا ممكن تقول له لو سمحت سيب لي السيخ ده ل3 اسياخ كده بالشكل ده تمام. او ممكن تقول له مثلا كده اهو، ابتدى بص قسمهم لك لحتتين، كل حته كام؟ 11 71. ولكن برضو هندسه الوصله موجوده عند عمود، ما هي الوصله برضو اهي موجوده عند منطقه عمود. طيب في الحاله دي بقى هعمل ايه؟ انا اقول لك في الحاله دي تعمل ايه. بص يا هندسه، احنا هنرجع تاني عند الوصله اللي هو طول السيخ ده 12 وطول السيخ ده 11 43. واجي هنا اعمل ايه؟ اجي هنا اكبر طول الوصله شويه. نعم اكبر طول الوصله. ما هو الكود بيقول لك يا هندسه، كود التفاصيل الانشائيه بيقول لك ان انت لو اضطريت وان جت عندك وصله عند منطقه شد، فانت ممكن تزود 30% على الوصله، يعني الوصله تبقى 1.3 صح؟ يعني انت عايز تزود ال60 فاي دي تخليها مثلا وليكن 80 فاي تمام. ونشوف ايه اللي هيحصل. بص لقيت الوصله بقت متر 44، المفروض كانت تبقى متر و8، لا الوصله بقت كام؟ بقت متر 44 تمام. ولو فانا موافق على الكلام ده تمام، يبقى انا كده كبرت طول الوصله بمقدار 30%، يبقى انا كده مشيت زي ما الكود بيقول. هي الوصله جت عند عمود، ولكن انا كبرت طول الوصله ايه؟ طول الوصله شويه، مش هيحصل عندي ازمه. بدل ما ابتدي اقطع السيخ على 3 اسياخ واهلك حديد اكتر ما انا مهلك حديد. طيب واجي بعد كده عند هنا بالشكل ده ارسم اخر سيخ اهو. اخر سيخ هندسه اهو بالشكل ده. اهم حاجه الوصله ما تجيش عند عمود، لا جايه لي عند عمود اهي بالشكل ده. طب لو جينا قلبناها الناحيه التانيه مثلا كده هندسه، بص كده، يبقى انت عندك سماحيه ان انت تشتغل. هتلاقي الوصله برضو هي جايه عند عمود ولكن تمشي. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اطول طول الوصله شويه، ممكن اخلي هنا طول الوصله برضو كام عشان جايه عند عمود؟ 80 فاي او 75 مثلا فاي اهو. يبقى انا كده طولت طول الوصله شويه، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فبالتالي لما طولت طول الوصله انا كده مشيت زي ما الكود بيقول بالظبط، ما اختلفتش حاجه. طيب كده انا رسمت حديد الرقه السفليه. يلا بقى نحط ايه؟ الديسكريبشن بتاعه. طب ادي الديسكريبشن اهو. اروح جاي من فوق هنا
بار ديسكريبشن واختار السيخ وادوس انتر. هيقول لي هندسه السيخ ده 899 والرقم بتاعه رقم 4. عارف ليه قال لي رقم 4؟ عشان انا كان في بعض الاسياخ مرسومين هنا. طب اعمل ايه؟ اجي هنا هندسه لو سمحت الاسياخ دي بالبار ده انا مش عايزه خالص، شيلهم لي، مش عايز منهم حاجه. واجي عند الرسمه اللي انا كنت راسمها اعمل البار ديسكريبشن اهو واضغط انتر. هيقول لي السيخ ده طوله 899 ده عدده كام؟ عشان اعرف اجيب عدد السيخ زي ما انا واقف كده على القايمه ما توترش. انت دلوقتي هندسه قلت لي افتح آلة الحاسبه الحلوه، انت قلت لي ان هم 8 اسياخ. طيب 8 في كام؟ في 13 28 هيمشوا المسافه دي، يعني 106 سيخ و2 من 10 يعني 107 سيخ، وسيخ بادي يبقى 108. يبقى انا عندي اكتب هنا كام؟ 108 واروح جاي دايس اوكي. تمام، واروح جاي حاطط الديسكريبشن اهو على الرسمه بمنتهى البساطه كده ومنتهى ايه؟ منتهى الجمال. هتيجي تقول لي بص الراجل مش هيسيبك، هيروح جاي حاطط لك الديسكريبشن على السيخ التاني اللي هو متصل معاه. هتروح جاي حاطط كده برضو الديسكريبشن، بس هتلاقيه مش مكتوب فيه العدد. هتيجي من هنا من موديفاي اوف ريفورسمنت ديسكريبشن اهي، موديفاي اوف ريفورسمنت ديسكريبشن، تروح جاي مختار الديسكريبشن هيفتح لك قائمه جميله. هتروح جاي حاطط هنا بس كام؟ 108 العدد بتاعي. هندسه بصراحه انا في حاجتين هنا مزوريني. ايه؟ اول حاجه ان الكتابه دي صغيره جدا، تاني حاجه الخط ده انا عايز اشيل الخط ده، ولو ان الخط ده بالنسبه لي مهم. طب تعال نشوف ازاي نكبر الكتابه دي شويه. بص يا هندسه هتيجي حضرتك من عند ايه؟ السيتنج، بعد كده عند ستايل ريفورسمنت ديسكريبشن ستايل. تمام، هتيجي عند البار شيب اهو، تمام، وتروح جاي داخل عند الموديفاي. طيب تيجي عند علامه الخمسه دي اللي هي الدايره عندك دي، كبرها خليها لي مثلا وليكن دي كام؟ 10. طب وتيجي عند الستايل ده خلولي مثلا كام؟ 7. وتيجي هنا خلولي برضو 7. تمام، ودوس اد، بعد كده دوس ايه؟ دوس يس. بعد كده تيجي هنا تروح جاي دايس ايه؟ دايس اوكي. تمام، بص اللي حصل، شفت فرقت صح؟ بص الرقم كبر اهو، الديسكريبشن كبر. جميل. طب نكمل بقى، نخش على البار ديسكريبشن التاني اهو. تعالى يا عم السيخ انت كام؟ انت عندك دلوقتي الاول بس عايزين نقول حاجه كده، انا فاضل عندي هنا كام؟ عرفت ان انا عندي 108 فاضله بطول 3 متر. جميل، يشتغلوا معايا في الكراسي كام؟ 108. اروح اكتبها هنا على طول، بص هتلاقيني انا كنت كاتبها. يبقى انا عندي 108 قطعه بطول 3 متر. ده انا كنت لسه عايز كام؟ كنت لسه عايز 165 حته كرسي. تمام، يبقى انا لسه برضه فاضل عندي محتاج ايه؟ محتاج وصله 3 متر. في واحد دلوقتي شاطر شويه في الشوب دروينج بيقول يا هندسه في برنامج اسمه كاتنج اوبتمايزيشن بيعمل عمليه توفيق القطعيات بمنتهى البساطه. هقول لك مظبوط وكلامك صح، وانا بشتغل بالبرنامج، ولكن احنا احنا مش عايزين البرامج هي اللي تحركنا، لا احنا عايزين نبقى فاهمين ونبقى عارفين الحديد بيروح فين في الموقع، ونبقى عارفين ان التفريد بتاعنا لازم يطلع اقل هالك حديد بدون استخدام البرامج، لان في الاخر البرنامج حضرتك اللي بتشغله. فلو انت مش شغال ومشغل مخك وانت شغال هيبقى في ازمه. طيب نكمل. يبقى عندي البار ديسكريبشن، واروح جاي هنا عند البار ديسكريبشن هندسه ده كام؟ 3 متر و5. حاضر يا سيدي، يبقى 8 في 3 متر و5 24 سيخ و4 من 10 يعني 25 سيخ اهو. اوكي، واجي هنا بص بقى تلاقي الديسكريبشن ايه بقى واضح اهو، تضغط كده ادي 25 سيخ. طب وهنا هندسه اهو بالشكل ده كده اهو. تمام، طب عايز اعدله اهو يا هندسه، عدلهولي لو سمحت. قولي ان السيخ ده كام؟ عدده 25 سيخ اهو، حطهولي بار مارك رقم ايه؟ رقم 4. طيب ونبتدي بعد كده على باقي المارك كده اهو، بار ديسكريبشن واحده واحده اهو مع بعض. تمام، عندك السيخ ده كام هندسه؟ 5. يبقى خلاص 8 في 5 ب 40، مش محتاجه دي. وهيقول لي ايه؟ هيقول لي خلي بالك السيخ ده في منه سيخ تحت، انت عايزه بنفس البار مارك؟ قول له قول له بنفس ايه؟ بنفس البار مارك عادي. فساعتها هيحطوا لك رقم 2 عشان هو في سيخ منه رقم ايه بالظبط. تمام، وبعد كده هنا تروح جاي حاطط السيخ التاني اهو 1179، وتقول لي ده كده في حته في 40 سيخ
طب هندسه، طب الحته اللي فاضله من هنا في حته 20 سم، لا دي تشتغل معاك استوكات، تشتغل معاك في التقويات، يعني مش هيبقى فيها اي ازمه. تمام. وتقول له برده هنا خلي بالك تعمله دايمنشن، تقول له خلي بالك يا هندسه انا الوصله الحلوه اللي عندي دي، لا دي مش طولها متر و8، ده انا مزودها مخليها متر 44. وتيجي عند الديسكريبشن اهو كده بالشكل ده. تمام. العدد قد ايه؟ 2 متر 50، يبقى عندك 8 في 2 متر 50 يديك 20 ايه؟ 20 سيخ. حاضر يا سيدي، 20 سيخ اهو عند الديسكريبشن، وادي الديسكريبشن الجميل بتاعي اهو. تمام. يس ماشي، بس اتقلبت. طب اتقلبت، لا انا مش عايزها تتقلب، عادي اشيل ده واروح جاي عامل بره ديسكريبشن تاني اهو بالشكل ده. هتقول لي دول 20 سيخ اهو ما هندسه، 8 في 2 متر 50 20 سيخ اهو. حط لي يا عم الديسكريبشن، يلا خلينا نخلص اهو. يس تمام، حط لي الديسكريبشن اهو. وادي الديسكريبشن برضو التاني عباره عن ايه؟ عن 20 سيخ اهو. تمام. فين؟ موديفاي اهو. يبقى عندك كام؟ عندك 20 سيخ. جميل كده، انت خلصت في الجزء اللي انا فيه ده الرقه السفليه. طيب واحد الرقه السفليه في اتجاه ايه؟ في اتجاه اكس. يبقى الراجل الحداد لما يجي يمسك التفريده، ده هو عارف كل سيخ عددهم قد ايه، في التقطيع عارف قد ايه، كل حاجه عارف قد ايه. طب انا لو عايز اعرف الرقه السفليه دي فيها كام طن بس، اجي هنا كده ببساطه عند المين تيبل. تمام اهو المين تيبل. وبعد كده اروح جاي مختار ايه؟ مختار السلكشن. تمام. انا عايز اختار مجموعه الاسياخ دي، اروح جاي دايس عليها كده واروح جاي دايس انتر. هبص الراجل راح جاي حاططهم لي في جدول عظيم جدا اسمه BBS اهو، جدول BBS. ان انت عندك 108 حته بطول 9 متر، عندك 168 حته بطول 12 متر اهو حطهم. هندسه خلصني، انا اقعد اجمع الكلام ده كله عشان اعرف هما كام طن؟ انا عايز اعرف الرقه السفليه دي كام طن يا هندسه، خلصني من الليله دي. هقول لك تعالى يا هندسه كده ببساطه، تيجي كده عند السمري تيبل هنا وتروح جاي مختار سيلكشن وتختار كلمه تيبل من تحت وتضغط على التيبل ده وتدوس انتر. هتبص هتلاقي حاط لك اهو، قال لك ان هم كام؟ ده هم هندسه عاملين 8 طن. خلي بالك دول عاملين 8 ايه؟ 8 طن و68 جرام، يعني هم في الاخر عاملين 8 طن. هندسه اللي انا عايز اوصل ايه؟ اللي انا عايز اوصل ان انا دلوقتي عرفت ان انا عندي هنا 108 حته. تمام. اتبقوا معايا 3 متر شغلتهم، وعرفت ان انا عندي 125 حته شغلتهم، وعرفت كمان ان انا عندي هنا سيخ او هنا برضو حته 3 متر و7 شغلتها. مظبوط، يعني اللي اتبقى معايا برضو شغلته. يبقى انا كده فاهم الدنيا فيها ايه وعارف الدنيا فيها ايه. طيب احنا دلوقتي هنقف لحد كده وهنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي الرقه السفليه في اتجاه واي، عشان هنا بقى هيبان عندي الكوابير والشغل بتاع الكوابير.